طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة مفصلة للأنباء المحلية والعالمية، معكم فيه عبد الوهاب محمد أمان، ونبدأها بأهم وأبرز العناوين. اختتام اجتماع المفوضية الاقتصادية الإفريقية. مركز التدريبات المهنية يقيم تطور أنشطته. الإريتريون في المهجر يبحثون قضايا الوطن. مقتل 37 في هجوم على قافلة تابعة لشركة كندية في بوركينا فاسو. جرحى في حادث طعن بمدينة جارش في الأردن. كوريا الشمالية تنتقد التدريبات العسكرية المقررة بين واشنطن وسول. أهلا بكم. اختتمت اليوم 7 من نوفمبر الاجتماع السنوي 23 للجنة الحكومية لكبار المسؤولين وخبراء المفوضية الاقتصادية الإفريقية لشرق أفريقيا، الذي التام في فندق أسمرا بالاس من 5 من نوفمبر تحت شعار خلق فرص جديدة لتكامل إقليمي. وبحث الاجتماع عدد كبير من أوراق العمل المتعلقة بالشراكة والتنسيق الإقليمي ووضع خارطة الطريق للموجهات المستقبلية. وقدمت إريتريا في الاجتماع عرضا مصحوبا بالصور المتحركة بشأن نضالاتها للاستقلال والدفاع عن السيادة وتراث ومعيشة القوميات. كما قدمت فرقة سبريت الفنية التراثية عرضا عكس الفلكلور الإريتري في مأدبة العشاء التي نظمت على شرف المشاركين في الاجتماع. وقام المشاركون في اجتماع اللجنة الحكومية لكبار المسؤولين وخبراء المفوضية الاقتصادية الإفريقية لشرق أفريقيا، تقدمهم وزيرة السياحة في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية السيدة هيرويت كاساهون. قاموا بزيارة تفقدية اليوم 7 من نوفمبر لبرامج التنمية الجارية في الإقليم الجنوبي عامة وتخزين المياه وإنتاج الطاقة الشمسية ومنتجات الألبان. وعرض الزوار لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا عن ارتياحهم لمشاهدتهم الوحدة وقدرة العمل للشعب الإريتري، موضحين سعادتهم تفقد البرامج الهادفة لإرسال الخدمات الاجتماعية المستدامة في إريتريا. وتشارك في الاجتماع الذي ينظمه مكتب المفوضية الاقتصادية الإفريقية للأمم المتحدة 14 دولة من شرق أفريقيا هي إريتريا، إثيوبيا، جيبوتي، الصومال، جنوب السودان، بوروندي، رواندا، كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويوغندا، وتنزانيا، وجزر القمر، ومدغشقر، وسيشيل. أوضح المشاركون في اجتماع اللجنة الحكومية لكبار المسؤولين والخبراء في المفوضية الاقتصادية الإفريقية لشرق أفريقيا المنعقد في أسمرا من 5 من نوفمبر تحت شعار خلق فرص جديدة للتكامل الإقليمي أهميته. وأوضح المشاركون لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا أن الهدف الأساسي من الاجتماع تضييق فجوة الخلافات بين دول شرق أفريقيا وتنسيق قدراتها لتحقيق التطور الاقتصادي، مشيرين إلى أن منطقة القرن الإفريقي ظلت لفترة طويلة تعاني من الصراعات والحروب، ويجب منح الأولوية للعمل المنسق لبلوغ الغايات المنشودة. وقال مقدمو الآراء أن هذا الاجتماع الأول الذي تستضيفه إريتريا مناسبة لعكس الصورة الحقيقية لإريتريا وبرامج التنمية التي تقوم بها بالقدرات الذاتية والتعريف بتجربتها كدولة. وناقش الاجتماع المستمر ل3 أيام أوراق عمل في القضايا الوطنية والإقليمية والعالمية للتطور المستدام في شرق أفريقيا وتعزيز السياحة الإقليمية وفرصها وتطوير الاستثمار في البنى التحتية والطاقة والإسراع لتنفيذ اتفاق المنطقة التجارية الحرة لشرق أفريقيا والاستفادة الجيدة من الثروات المحيط والبحار والتكامل الإقليمي والتماسك الاجتماعي في شرق أفريقيا وتشجيع التجارة الإقليمية لخلق فرص العمل. قيم مركز التدريبات المهنية المقام في ساوا ويحتوي على 15 مجالا للتدريبات في 3 مدارس في 2 من نوفمبر الجاري تطور أنشطته لهذا العام. وفي التقارير التي قدمها مدراء تلك المدارس أوضحوا بأن حضور معظم المعلمين والمشرفين والطلاب في الوقت المحدد وبدء الدراسة في أوانها أدى إلى اختيار المجالات في وقت وجيز، مشيرين إلى أن إتقان المعلمين الآليات الحديثة وتعاملهم الفني لسد النواقص وتنسيق كافة جهات المركز كانت من أهم الإيجابيات التي شهدها المركز. من جهته قال المدير المركز الأستاذ تسفايل تولدان كفاءة الطالب يرتكز على إخلاص واهتمام وسعي
المعلم الحسيس، مناشدا المعلمين لتعزيز الرعاية والعناية بالطلاب. وطالب المعلمون في الآراء المقدمة على توفير مستلزمات التدريب المهني مسبقا، وتقوية العلاقة الثلاثية بين المعلمين والطلاب والمشرفين، والتفاهم المسبق فيما يتعلق بتوظيف المعلمين الجدد، وغيرها من الآراء والمقترحات. بحث الإريتريون المقيمون في مدينتين وانشان وكورون الألمانية وكاليفورنيا وكولورادو الأمريكية وبولونيا وميلان الإيطالية وباريس الفرنسية والسويد القضايا الوطنية. وفي هذا الإطار احتفل الإريتريون في مدينة موشن وضواحيها بألمانيا بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية، حيث خاطبت الحفل رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع المدينة السيدة أستير فقادو بكلمة عددت فيها منجزات وبطولات المرأة الإريترية في النضال لتحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة، وقد بلغت مرحلة تدعيم مشاركتها العملية بالعلم والمعرفة. من جانبها أوضحت عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع ألمانيا السيدة ألماز أبرا أن تقوية تأطير وتنظيم الاتحاد ومشاركته في كافة البرامج الوطنية نتاج الجهد الدؤوب لعضواته، مشددة على أهمية الاستثمار في الجيل الحديث لضمان فعالية الاستمرار. كما احتفل الإريتريون المقيمون في لوس أنجلوس وأرونغو وكوانت وسان بوردو وسان جو فونيكس وأريزونا ولاس فيغاس ودنفر بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في مدينة لوس أنجلوس. وألقت رئيس الاتحاد في جنوب غرب أمريكا ورئيس الاتحاد في شمال أمريكا كلمتين مؤكدتين بأن نضال الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية يحقق نتائج مرضية للمساواة الكاملة. وعقدت فروع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في إيطاليا اجتماعها التقييمي النصف السنوي في مدينة بولونيا. وقدمت فروع الاتحاد في المدن الإيطالية تقاريرها في الاجتماع الذي حضره سفير إريتريا السيد فيساهاسين بيتروس بشأن الأنشطة المنفذة والاحتفال بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد. ووضع الاجتماع برامج العمل المستقبلية. وعقد أعضاء شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مدينتي ميلانو وبولونيا مؤتمرهم السنوي، واختاروا هيئة إدارية جديدة. كما عقد أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة القادمون من 7 مدن ألمانية بجنوب ألمانيا اجتماعهم السنوي في مدينة كورب. ودعا القائم بعمل السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس ولو العمل لتنمية البلاد استفادة من مناخ السلام والاستثمار في الفرص التي أطلقتها الحكومة. وقدم مسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية السيد كحسي ولو شرحا حول مشاركة الإريتريين في المهجر لتطوير اقتصاد إريتريا. وأكد المشاركون المساهمة بدورهم في الدعوة المقدمة لدفع التنمية الاقتصادية في البلاد. وفي السويد عقد شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة من 18 مدينة المنتدى السنوي بشعار بناء القدرات التي تخدم إريتريا. وألقيت في المنتدى الذي شارك فيه أعضاء السفارة الإريترية في السويد والقائمين على تنظيم شباب الجبهة الشعبية في السويد وممثلي شباب الجبهة الشعبية في أوروبا كلمات تضامنية من المشرفين على القوى الاجتماعية والجاليات واللجنة الوطنية. وقدمت رئيسة شباب الجبهة الشعبية في السويد الشابة إيدا تخلاي تقريرا في المنتدى عن نشاط الحركة وأهدافها. والتقى مستشار الرئيس السيد يمان قبراب بالمشاركين في المنتدى عبر الهاتف موضحا التطورات المرحلية في إريتريا وقايتها وتطوير القدرات البشرية لمواجهة الفرص الاقتصادية. وقال مسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية في سفارة إريتريا بالدول الإسكندنافية السيد سيراك بهلبي أن دور حركة شباب جبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة مهم للأهداف التي منحت الأولوية على مستوى الوطن، ويجب على المنتدى تحقيق ذلك. ووضع المنتدى خطة عمل العام المقبل. من جهة أخرى عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في فرنسا السيد برخت باولو سيمينارا للإريتريين في باريس حول الأعمال التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات وفرص الاستثمار التي أطلقتها الحكومة بمنح الأولوية للمواطن. قال قائد شرطة مديرية تسني ملازم أول أمناي زودي أن ظاهرة الجريمة والمخالفات انخفضت في الأشهر التسعة الماضية. وأوضح لدى لقاء سكان ضواحي مدينة تسني وإنجاحي وستومة وعلي قدر أن تضافر جهود الشعب والشرطة مكنا من خفض الجريمة.
وأشار إلى ارتفاع مخالفات المرور في الأشهر التسعة الماضية، موضحا بأن انتهاك قانون المرور تمثل في الأغلب في القيادة أثناء السكر والقيادة دون رخص وعدم منح الأولوية والحفاظ على خط السير. ودعا المشاركة الشعبية القوية للتعاون مع الشرطة لكشف الجريمة. أعلنت جمعية منتجي الخضر والفاكهة في مديرية مندفرة في الاجتماع التقييمي الذي عقدته تنفيذ أعمال ناجحة لتوفير متطلبات الأسواق. وأوضح رئيس الجمعية السيد عبد القادر جهار أن معظم المزارعين استخدموا هذه السنة بذور البطاطا المحسنة التي ستقدم لكافة المزارعين. من جانبه أشاد مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد بركات خلسلاسي بجهود المزارعين الحاصلين على دعم وزارة الزراعة المهني والتوجيهي. وأشار مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية مندفر السيد ماكلتس فميكيل إلى وضع الحكومة برامج كبيرة لاستفادة المزارعين. وطالب المزارعون لإزالة الطمي من الآبار والحفائر وتوفير الأسمدة وغيرها من المتطلبات بأسعار مناسبة. ويوجد في مديرية مندفرة 750 مزارعا للزراعة المروية لمساحة 1300 هكتار. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية صورونة بتأهيل 5 أسر من رعايات الأيتام و4 أخرى من رعايات المعاقين عبر دعم مالي. وأوضح مسؤول المكتب السيد مسك النفسائي أن الهدف من التأهيل لإدارة الأسر حياتها بالعمل في المجالات التي تناسبها مستفيدة من الدعم المادي المقدم لها. وقد تأهل 6 من الأسر بالماشية و3 بفتح متاجر. وعبرت الأسر المقدمة لها الدعم عن بذل جهود حسيسة لتحسين حياتها المعيشية مستفيدة من الفرص المتاحة لها. فاصل قصير ونعود لتقديم الأنباء على الصعيد العالمي. تفضلوا بالبقاء معنا. قالت السلطات المحلية أن 37 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 60 في هجوم مسلح على قافلة تقل عمال تابعين لشركة سيمفول الكندية لتعدين الذهب في شرق بوركينا فاسو. وقالت الشركة في وقت سابق أن الهجوم وقع بين موقعين تعدينيين فادا وبوانغو التابعين للشركة على بعد نحو 40 كيلومترا من بانغو. وأضاف البيان أن موقع بوانغو يبقى في مأمن وأن الحادث لم ينعكس على نشاطات المنجم، مؤكدا أن الشركة تتعاون مع السلطات على مختلف مستوياتها. وأشارت رويترز إلى أن الهجوم الأخير هو الثالث الذي تعرضت له حافلات الشركة خلال الأشهر 15 الأخيرة. وبعد الهجوم الثاني الذي أسفر في ديسمبر الماضي عن مقتل 5 أشخاص، قام سيمفو بتعزيز أمن قوافلها وقررت نقل عمالها المغتربين بين موقع بوانغو والعاصمة أوغادوغو على متن مروحية. قالت وزارة الصحة الأردنية أن 3 سائحين مكسيكيين وسويسريين و4 أردنيين أصيبوا طعنا على يد رجل في مدينة كارش، وهي مقصد سياحي رئيسي قرب آثار رومانية. وقال الوزير السعد فايز جابر لرويترز أن 4 من المصابين جروحهم تتراوح من متوسطة إلى خطيرة، بينما جروح الباقين طفيفة. وفي وقت لاحق قال جابر لوكالة الأنباء الأردنية أن حالة المصابين بجروح خطيرة باتت الآن مستقرة، وأن 4 على الأقل سيخرجون من المستشفى. وكانت مصادر قالت بالخطأ في وقت سابق أن 3 من الضحايا إسبانيات. وأظهرت لقطات مصورة عن الحادث بثتها وسائل إعلام أردنية ضحايا يتحدثون الإسبانية بلكنات أمريكية لاتينية على ما يبدو. وشهد الأردن ارتفاعا في عدد السياح الأوروبيين خلال العامين الماضيين، ويعتبرهم منظمو رحلات السياحة من أكثر المقاصد السياحية أمنا في الشرق الأوسط. ونادرا ما يتعرض السياح الأجانب لهجمات في المملكة الأردنية. انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بسبب تخطيطها لتدريبات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية الشهر المقبل وسط جمود المفاوضات حول ترسانة بيونغ يانغ النووية. وصرح المسؤول الكوري الشمالي البارز كوانغ دوانغ غون بأن الإعلان عن التدريبات يعادل إعلان مواجهة يمكن أن يهدد العملية الدبلوماسية.
وشارك أكوان في وفد المحادثات النووية مع الولايات المتحدة والتي جرت في السويد الشهر الماضي. وتوقفت المفاوضات منذ قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير بسبب خلافات حول تخفيف العقوبات والأمور التي يمكن لكوريا الشمالية أن تتخلى عنها في المقابل، علما بأن بيونغ يانغ أجرت من حينها سلسلة من التجارب الصاروخية آخرها الأسبوع الماضي. الجدير بالذكر بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ألقتا العام الماضي تدريبات جوية مشتركة إضافة إلى تمارين مشتركة أخرى وسط تحسن دبلوماسي متسارع في العلاقات مع كوريا الشمالية التي تعتبر المناورات العسكرية تدريبا على غزوها. قالت خدمة الإرصاد الأرض في الاتحاد الأوروبي أن متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم في أكتوبر 2019 كان الأكثر حرارة لهذا الشهر منذ بدء تسجيل درجات الحرارة. وقالت الخدمة أن شهر أكتوبر الماضي كان أكثر شهور أكتوبر دفئا في التاريخ، مشيرة إلى أنه الشهر الخامس على التوالي الذي يحطم الرقم القياسي أو يقترب منه، فقد سجلت فيه حرارة تزيد 0.69 درجة مئوية عن المعدل المتوسط للفترة ما بين 1981-2010، محطما ب0.1 درجة مئوية درجة الحرارة التي سجلت في أكتوبر عام 2015 وبفارق 1.2 درجة عن المعدل المسجل قبل الثورة الصناعية. وقالت الهيئة أن العديد من الدول الأوروبية شهدت درجات حرارة أعلى من المتوسط طوال الشهر باستثناء تلك الموجودة في الشمال والشمال الغربي من القارة، إلا أن الحالات الشاذة في درجات الحرارة في أوروبا تكون أكبر في مسيلاتها في العالم خاصة في فصل الشتاء. انتهت النشرة، نشكر لكم حسن المشاهدة والمتابعة وإلى اللقاء.